سؤال السنة اللي فاتت كان بدرجتين في امتحان الأحياء بتشبيه جميل. كان مستر هشام شحتة كان بيشبه الكودون اللي هو الشفرة، الكودون اللي هو الشفرة بالأنثى الست، أما الحمض الأميني كان ده الذكر الراجل. عشان كده الحمض الأميني ممكن يكون له أكتر من كودون، له أكتر من ست، له أكتر من شفرة، عشان لو غابت واحدة يظهر نفس الحمض. مثلا لو غاب الراجل ده متجوز أكتر من ست، فبالتالي لو غاب واحدة في غيرها عادي يعني ما يتأثرش، فيفضل الراجل تمام. هديك مثال عشان تفهم. عندي مثلا كودون اسم اليو يو يو اللي قدامك ده، حصل طفره ادت ان الكودون ده اختفى وظهر كودون اسمه اليو يو اي، هنا ان الكودونين طلعوا لنفس الحمض الاميني. يبقى اليو يو يو كان بيدي فينايل انانين، اليو يو يو اي بقى يدي فينايل انانين، فبالتالي فضل نفس الحمض، فبالتالي نفس البروتين، فبالتالي ما حصلش طفره جينيه. يبقى ايه الهدف لما يكون الحمض الاميني الواحد زي الفينايل انانين له اكتر من كودون؟ ان ما يحصلش طفره جينيه، يبقى تقليل حدوث الطفرات الجينيه. الاجابه الف. معظم الاحماض لها اكتر من كودون. زي ما معظم الرجاله متجوزه اكتر من ست، فما عدا واحد بس، واحد خايب، خايب بيخاف من الشفره بتاعته، من الكودون بتاعه، اسمه الميثيونين، الحمض الاميني اسمه الميثيونين، بيخاف من شفره او كودون الاي جي، بيترعب منها، مش قادر يتجوز عليها، مهما كان برضه دي شفره البدايه لها وضعها برضه.